أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق طلاقها رسميا من زوجها مدير التصوير هيثم زينيتا بعد مرور عامين ونصف على ارتباطهما. وكشفت عبد الرازق التي ارتبطت 10 مرات في حياتها وفق ما أكدته في وقت سابق أن انفصالها عن زينيتا تم أخيرا بهدوء ورقي بعيدا عن إثارة الجدل ومواقع التواصل الاجتماعي. ولم توضح النجمة المصرية في تصريح لها عبر تي بالعربي مساء الأربعاء عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها. وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت عن زواجها من هيثم زينيتا في شهر مايو 2020، وقالت حينها إنها تعرفه منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير في أكثر من عمل درامي وسينمائي. وكانت غادة عبد الرازق قد نفت الأنباء المتداولة حول زواجها 15 مرة أو 12 مرة، وأكدت في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها تزوجت 10 مرات فقط، وأشارت إلى الزيجات العشرة بينهم هيثم زينيتا، وقالت أنا تزوجت 10 مرات من بينهم هيثم، وانفصلنا في 2013 وعدنا مرة أخرى.